في السفارات بره وسفارات الدول الخارجيه، بدل ما تيجي مع دوله مصر العريقه وتروح تقف مع شويه عيال اقل ما يكون عنهم ان هم خونه المفروض يشال عنهم الجنسيه المصريه، لا بيقفوا مع العيال دي. فهم بيقولوا عليه بلطجي لان هو طلع له تسريب، بس هو مش تسريب. التسريب دوت او الفيديو اللي طلع دوت بيتكلم فيه مع السفير عماد حنا اللي في سفاره هولندا. بيقول له بص، بالاخر لو قفشت اي عيل من العيال دي امسكه مالكش دعوه. فبيتكلم بطريقه اللي هي زي ما احنا بنقول كده ايه، طريقه بلدي اللي هي الطريقه بتاعتنا. فهم بيقولوا عليه بلطجي. طبعا الناس دي بتكال بمكيالين، لان لو نفس الحدث ده حصل هنا عندنا في مصر كنت هتطلع تشوف الصياح. يعني لو جيت انا مثلا بالتليفون بتاعي دوت بقناه الخلاصه دي ورحت عند السفاره الهولنديه اللي في الزمالك وقمت جبت جنزير ولا جبت قفل وقفلتها، كنا هنشوف نفس الكلام ده من السفاره الهولنديه او من هولندا؟ لا طبعا. عشان كده السفير بدر عبد العاطي عارف ان هم بوشين، عشان كده بيدوم على الوشين زي ما بيقولوا. فطلع وقال للسفير عماد حنا اللي هو ماسك السفاره في هولندا، قال له لو لمحت عيل من العيال دي امسكه ومالكش دعوه، انا واقف في ظهرك. ولما يعني السفير الهولندي شاف التصريح ده او شاف التسريب ده ولقى ان اللي بيعمله الواد انس حبيب ده قلب الدنيا في مصر وهيخلي مصر تقلب على هولندا، جه امبارح راح بعت اعتذار رسمي للسفاره المصريه وكلم الوزير بدر عبد العاطي وقال له احنا بنتاسف